السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة من قناة بيتي حياتي. هعلم النهاردة البنات الصغيرين ازاي يعملوا الرز اللي هو بالشعرية المفلفل بتاعنا الحلو ده. لكل بنت صغيرة عايزة تتعلم تابعي معايا الفيديو ده وانت هتتعرفي تعملي الرز بالشعرية كويس قوي. هنحتاج اول حاجة، احنا هنعمل نص كيلو رز. هنحتاج له معلقة سمنة كده ومعلقة زيت. طبعا الزيت عشان ما يخليش السمنه تتحرق وعشان يخلي الرز مفلفل وحلو. يبقى هنحط معلقه السمنه والزيت على النار يسخنوا، وبعد كده هنحط عليهم الشعريه هتبقى حوالي يعني كوبايه صغيره على النص كيلو رز. ادي كده السمنه والزيت ساحوا مع بعض، فاحنا هنحط بعد كده الشعريه. زي ما انتم شايفين الكميه دي اهي، هنعملها على النص كيلو رز. هنسيبها تتحمر بالراحه خالص على نار هاديه كده عشان ما تتحرقش منك. وبعد كده في الوقت ده هنكون نقعين الرز عشان نغسله كويس قوي. لازم يكون مغسول ومنقوع شويه يعني قبل ما تنزلي بالرز على الشعريه. فاحنا دلوقتي نقعين الرز. اول ما الشعريه تتحمر هنصفيه ونحطه عليها. شايفين يا بنات الشعريه بدأت تتحمر ازاي؟ طبعا لازم تقلبيها كويس قوي عشان ما تتحمرش من جنب وجنب، لا، طول ما انت بتحمري بتقلبيها عشان كلها تاخد نفس اللون. هي كده خلاص اهيت. انا هنزل عليها بالرز. حطينا الرز اهو وهنقلبه كويس قوي مع الشعريه. شايفين لونه جميل ازاي؟ في الوقت ده برضو هنحط الملح عشان يخلي برضو الرز كده ايه ما يلزقش في بعضه، عشان هو مغسول طبعا وكده ومطرح الميه، فاحنا هنحط له الملح عشان يخليه ما يلزقش في بعضه ويخليه طبعا حلو. هجيب معلقه الملح واحطها. وهنرجع نقلب بعد ما حطينا الملح. عايزه اقولك ان نص كيلو رز دوت يعني بحوالي مجين من المج بتاع الشاي دوت. لو انت حابه تعيريهم، فانت لما تعيري بيهم الرز تعيري بيهم الميه. نفس المجين دول بتوع الرز هم بتاع الميه، ما تزوديش عن كده. كده الرز هيطلع معاكي مظبوط ومية مية. لو انت طبعا عايز تعملي كميه اكبر بتزودي زي ما بتزودي الحاجه اللي بتعيري بيها الرز، نفس الحاجه اللي بتعيري بيها الميه. لو حطيتي 3 مجات رز بتحطي 3 مجات ميه. هنسيبه بقى كده يتحمر شويه مع السمنه والزيت واجهز له الميه اللي هسقيه بيها. عايزه اقولك ان انت كل ما بتسيبيه يتحمر ويشرب من السمنه والزيت كده بيطلع معاكي حلو قوي مفلفل ومش بيلزق في الحله خالص. فانت اديله وقته في التحمير. حمريه كويس قوي في السمنه والزيت تحسي ان كل رزايه شربت السمنه والزيت كده معاكي. طبعا انا خلاص حمرته وانا حاطه له ملح، ولما احط له الميه او الشوربه هتدوقي برده الملح، لو عايز تاني هتظبطيه. يعني انا اللي بقولك المعيار الميه ده ميه او شوربه زي ما انت عايزه وزي ما تحبي والمتوفر عندك. كده حطينا الميه اللي احنا معايرينها زي الرز بالظبط، وهندوق الملح ونشوفه هو عايز ايه. طبعا انا مش بحب احط له شوربه قوي لان هيبقى دسم اكتر من كده، لا انا بحبه يعني يبقى مش دسم قوي، كفايه السمنه والزيت اللي هو فيه. فانا بحب احط له ميه مش بحط له شوربه. بس كده خلاص هنغطي عليه، واول ما يغلي نوطي عليه خالص ونهدي النار قوي لحد ما يستوي خالص، واوريه لكم بعد ما يستوي خالص في الاخر. اهي دي يا بنات مرحله الغليان. خلاص كده هو الرز بيغلي اهو. حبيت اوريه لكم برده عشان اللي بتتعلم اهوت. كده الرز خلاص غلي والميه اللي فيه هو خلاص هيتشربها. في المرحله دي بقى انا هغطي عليه ومش هشيل الغطا خالص، وهوطي خالص النار لحد ما يستوي بقى على الاخر. ادي يا بنات الرز اهوت استوى. شايفين جميل ازاي ولونه حلو ومش لازق في بعضه، مفلفل اهوت كله ومش لازق في الحله كمان. يا رب تكونوا اتعلمتوه ويكون سهل بالنسبه لكم، وتساعدوا مامتكم كده وتعملوا الرز معاها وهي واقفه في المطبخ.
ولو عايزين اي حاجة تانية اكتبوها لي وانا هعملها لكم. ولو عايزين اي تعليق او استفسار عن اي حاجة في الفيديو ده اكتبوا لي في كومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله. واللي انتوا عايزينه اطلبوه اعمله لكم. يا رب تكونوا اتعلمتوه يا رب. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.